مرحبا يا أخانا. السلام على أولياء الله وأحبابه. من أنت؟ وما لوقوفك هاهنا؟ إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن آتيكم وأسلم عليكم. معذرة يا أخانا، لم تخبرنا من أنت ومن أين قدومك. أما اسمي فهو محمد بن الحسن ابن علي بن محمد ابن علي بن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد وزوج ابنته فاطمة. وهذا قدومي من مكة، قبلة من يدينون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. وهل محمد آخر رسل الله؟ نعم، لقد ختم الله به الرسالات والنبوات، وأقام من بعده 12 وصيا، وأنا ثانيهم العشر. إذن أنت آخر أوصيائه الذي تملأ الأرض عدلا وقسطا، كما أخبرنا صاحب الجلالة مكسيميليان. ها قد من الله علينا ثانية، وبلغنا أيامك التي ستملأ التوحيد الحق لله المتعال في كل أصقاع المعمورة. دعنا نحظى بشرف الخدمة بين يديك. اقبلنا يا مولاي من أنصارك وأعوانك. نحن أسيافك ورماحك، فاقبلنا يا مولاي. تفضل علينا بالقبول يا حجة الله، فإنا هاجرنا أهلنا لله وفي الله. نعم يا سيدي، هذه أرواحنا رهينة تصرفك يا حجة الله. مرنا، فكلنا سمعا وطاعة لك يا ابن رسول الله. إنا لنرجو يا مولاي الزلفى عند الله عز وجل بنصرتك ونشر راية التوحيد في ربوع الأرض، فامنن علينا بالقبول. يا فتية الإيمان، ما جئتها هنا إلا بأمر من الله، وأنتم ما كنتم في هذا الكهف محفوظين إلا لهذا اليوم. بكم وبإخوانكم في الله سأنشر راية لا إله إلا الله، ولكن لا بد لنا من السير نحو كربلاء أولا. وأي بقاع الأرض هذه كربلاء يا مولاي؟ إن جدي الحسين ابن فاطمة الزهراء ريحانة رسول الله وسبطه قتلته حفنة ضالة من أمة جدي محمد على تلك الأرض، وقطعوا رأسه وردوا عظامه بحوافر الخيل، وجزروا معه رجال أهله وأصحابه، ومنعوه وأهله من شرب الماء، وما راعوا فيه وصية رسول الله. وقد عزمت أن أبدأ بظلامته وظلامة أهل بيته وولده. توكلنا على الله يا مولاي، لنمضي إلى كربلاء. على الله قصد السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، وإنا وإن صبرنا واحتسبنا هذا المصاب الذي بكته أضلة العرش واهتزت له أركانه، لنصبر على بلائه وقضائه بما يوفي به أجور الصابرين.